بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل فيه كده شوية تجهيزات، حاجات كده بسيطة. الحاجات دي بتنفعنا في أي يوم، وكمان بتنفعنا في شهر رمضان. ان شاء الله رمضان يعني ما عادش عليه الا حاجات بسيطه. كل سنه وانتم طيبين. والحاجات دي بتنفع بالاخص المراه العامله، زي ما احنا عارفين ان اللي بتشتغل بيكون الوقت عندها قصير، ما بتلحقش ان هي تعمل حاجه. فاحنا قلنا ان احنا ايه يعني نعمل لها الحاجات دي عشان توفر معاها مجهود. اول حاجه هعملها، انا كنت عملت معاكم قبل كده السمنه البلدي. انا اليومين دولت بحاول بقى ان انا بجمع وش اللبن عشان اعمل منه زبده، والزبده دي اللي انا احولها لسمنه بلدي. انا عملته معاكم قبل كده الفيديو ده. انا جمعت ما شاء الله كيس كبير. يعني ولسه عايزه اجمع عليه، فقلت بقى بدايه العلبه دي قبل ما احط فيها حاجه، قلت ان انا اوريكم ازاي اللي انا بجمع وش اللبن. اليومين دولت اللبن بيكون دسم والوش بتاعه بيكون حلو، فممكن ان انت تجمعي شويه كده على رمضان، يعني قبل رمضان بيومين 3 كده تكوني جمعتي حبه حلوين. ان انت تعملي منهم برطمان سمنه، حتى لو برطمان صغير كده احسن من ان انت هتشتريه من بره وهيوفر معاكي كتير. وكمان انا بحب ان انا اغلي اللبن، يعني اما بيجي بجيب كميه، يعني بجيب كميه بغليها وبسيبها في قلب الفريزر. يعني مثلا حبيت ان انا اعمل اي وصفه يكون اللبن موجود عندي في اي وقت، ما اضطرش ان انا اشتري اللي هو المعلبات اللي هو العلب الجاهز ده، بيكون تكلفة. وكمان لسه هجيب اللبن ولسه هغليه، لا هو هيكون موجود عندي مجرد ان هو هيفك. انا بعد ما غليته حطيته في قلب التلاجة بسيبه يومين، وبعد كده بجمع الوش بتاعه. طبعا كل ما بيكون اللبن جودته كويسة او ضامنة، يعني انت جايباه من حد مضمون، كل ما بيديكي وش كويس وبيديكي وش تقيل، او بيديكي قشطة كتير. هنا بعد ما سبته بيته في التلاجة يومين زي ما انتوا شايفين، باخد بقى الوش بتاع اللبن ده كله. ده الوش بتاع اللبن، دي القشطه بتاعت اللبن. بتخش في حلويات ممكن اللي انت تعينيها عشان اللي انت تعملي بيها زي ما قلنا الزبده. يعني ده براحتك، وده وحسب انت حابه تعملي ايه. هنا انا بعبيه في اكياس اهوت حسب بقى الكميه اللي انت عايزاها، وبحط بقى الوش بتاع اللبن ده بجمعه في علبه لغايه ما اجمع كميه، وهنعملها سوا بامر الله. هنخش بقى على تاني حاجة، الفلفل او الدقة. طبعا الدقة دي ما بنستغناش عنها، اللي هي اللي بنعمل بيها البتنجان، بنعمل منها السمك، بنملح منها السمك، بتخش في اكلات ما بتقولش لا. اول حاجة انا قلت اعمل التوم اللي كان عندي خلص، فقلت افرم شوية توم. انا السنة دي انا كنت جايبة التوم وكان عندي متبقي من السنة اللي قبليها، فقلت خلاص انا هفصصه وعينه سليم كده في قلب الفريزر، وقت ما احتاج اطلع ان انا افرمه. والحمد لله السنه دي انا جبت الثوم من هنا، والثوم بعديها بشهر لقيته غلى. بشهر ايه يعني، ممكن اقول لكم ايه، 10 ايام او اسبوعين لقيته غلى. فقلت الحمد لله ان انا جبت الكميه اللي انا عايزاها. خلاص انا فرمت الثوم وزي ما احنا عارفين ان الثوم مفيش غنى عنه. هنخش بقى في تاني حاجة اللي هي الدقة الحمراء او التمليحة الحمراء اللي احنا بنملح منها زي ما قلنا السمك، البتنجان، وكمان الخضرة. عادي ما فيش، يعني في ناس بتحب تعمل الدقة خضرة، في ناس بتحب تعمل الدقة اللي هي الحمراء. انا هعمل معاكم الاتنين، وفي ناس بيسموها هريسة. انا هنا حطيت الفلفل وحطيت عليه الثوم، وحطيت عليه ملح، وهفرمهم في قلب الكبة زي ما انتوا شايفين، وهعبيه برضو في علبة وهيكون جاهز عندي. الملح ما تكتريش في الملح، يعني الملح ما يكونش مبالغ. وكمان لازم يتحط له ملح الحاجة عشان ما يجمدش معاكي في قلب الفريزر. انتي لو ما حطيتلوش ملح وفرمتيه بس كده الفلفل بس، يعني فرمتي الفلفل والثوم بس، هتيجي تطلعيه هتحسي ان هو كتلة واحدة. لكن التلج بيحافظ على القوام بتاعه، بيخلي القوام بتاعه ما يتمسكش معاكي. وهنا بعد ما خلصته عبيته في العلب اهو. حابه اللي انتي تعبيه في قلب اكياس وتربطيها وتطلعي كيس كيس كده، ما يكون عندك برطمان صغير تحطيه فيه وتفضيه فيه براحتك. عندك اطباق زي اللي عندي كده، وحابه اللي انتي تعبيهم فيه وتعينيهم في قلب التلاجة، مفيش اي مشكله. وهنا دخلنا برضو في الدقة الخضراء، قلنا نعملها دي. كان يعني انا ما اشتريتش الفلفل الاخضر ده مخصوص عشان الدقة، لا هو ما بيكون موجود عندي وحاسة ان هو هيدبل بطلعه بعمله وبستخدمه برضو، ما فيش اي مشكلة. ساعات بستخدمه لما بيكونش عندي الاحمر، يعني انا عندي استخدام الاحمر كتير عن الاخضر. بعد ما فرمته هعبيه في قلب الاطباق برضو،
وطبعا بعد ما بتخلصي بقى الكمية دي كلها بتاخديها بتغلفيها كويس، وبعد كده بتاخديها وبتعينيها معاكي في قلب الفريزر. لو انتي تقدري تكتبي على كل علبة النوع يعني النوع بتاعها ده ايه وده ايه، بيكون احسن، بدل ما تكوني متلخبطة وتيجي تطلعي مثلا تكوني عايزة توم تطلعي مكانه فلفل، او مثلا تعلميه بحاجة يكون احسن. ده الفلفل وده التوم. وعايزه اقول لكم التوم انا حاطه له ملح بس، وبيفضل معايا بنفس اللون بتاعه، ما بيغيرش معايا ولا بيجرى له اي حاجه. ده كان تاني حاجة عندنا اللي هو الفلفل الأحمر والأخضر والثوم. هنخش بقى بعد كده على أنا هنا جبت بتنجان، بس أنا هنا ما حبيتش اللي أنا أعمله معاكم لأن أنا كنت عاملاه له فيديو لوحده، ولو انتوا حابين اللي انتوا ترجعوا له براحتكم. البتنجان ده أنا بجيب للطبخ، يعني مثلا ان انا اقليه، وبجيب منه شوية كمان ان انا اعينه يكون للمحشي. يعني بسهل على نفسي بدل ما اجيب كمية واللي انا اقعد اقورها وهتاخد مني وقت وكده ويكون صعب عليا. لا يعني انا بجيب، يعني مثلا جبت 3 كيلو، بجيب كيلو كده منهم اللي انا اقوره واعينه عندي في قلب الفريزر. انا قورته وقليته، وانا بحب اقلي. في ناس بتحب اللي هي تعينه كده سليم وبتحب تطبخه كده سليم، لا انا بحب اللي انا اديله كده تشويحة في الزيت عشان يطرى معايا وما يكونش مجلد معايا، وبعد كده بسيبه ان هو يبرد وبعبيه في قلب الاكياس. كمان جبت من ضمن التفريزات اللي انا هعينها، جبت ليمون. زي ما احنا عارفين ان الليمون سعره بيغلى قوي في شهر رمضان. طيب انا بعمل ايه؟ انا بجيب الليمون وبغسله، وبعد كده بفرده على قماشه كده ان هو ينشف خالص، وبعد كده بعبيه في قلب كيس وبحطه في قلب الفريزر. وقت ما بكون عايزه ان انا استخدم الليمون بطلعه قبلها ان هو يفك وبعصره عادي، ما فيش اي مشكله. طب انا عايزه اعمله عصير بقشره وهو مجمد. يعني لو انت عايزه تعمليه عصير بتقشريه وهو مجمد، لكن لو عايزه ان انت تعمليه يعني مثلا تعصريه على دقه، تعصريه على اي حاجه، بتسيبيه لغايه ما يفك خالص وبيتعصر معاكي وبيكون مليان ميه ومفيش اي مشكله خالص. ده ممكن ان انت تجيبيه اليومين دولت وتعينيه، عشان سعره بيكون مبالغ في شهر رمضان، وطبعا احنا عارفين ان الليمون بيخش في حاجات كتير قوي ما بنقدرش ان احنا نستغنى عنه. هنخش بقى على تخليل اللفت. اللفت طبعا من المخللات الحلوة جدا الكتيرة، يعني اللي بتكون في شهر رمضان هي والجزر والكرنب. انا دايما بجيب على القد، يعني ممكن اجيب 2 كيلو ب2 كيلو يخلصوا، ارجع اجيب تاني، لان اللفت من الحاجات اللي بتطرى، كل ما بتقعد كل ما بتطرى. فانا حبيت ان انا انزل لكم بالطريقة بتاعته هنا. ده ما يعتبرش من ضمن تفريزات ولا حاجة، لا هو ما هيخلص هجيب تاني. انا السنه دي ما جبتش الصراحه الزيتون، انا لقيته سعره غالي السنه دي، فقلت ايه المشكله اما اعمل باللي موجود. يعني حتى لو هجيب خيار، جزر، الشتا جاي لي قلت هجيب لفت، كرنب، مش هيقول لا. يعني انا ما بقفش على الحاجه الغاليه، مش مهم اللي انا اجيبها. يعني انا مش هيجرى لي حاجه لو انا ما جبتهاش، او مش هيجرى لي حاجه لو احنا ما اكلناهاش. فانا قلت والله اللفت هيكون موجود وهيكون حلو قوي. انا بجيب اللفت، ما نجيبهوش اللي هو الكبير قوي عشان ما يكونش شيخ معاكي، جيبيه الوسط او الصغير. وبعد كده بتاخديه اول حاجه بيتغسل، وبعد كده بتقطعيه، بتشيلي العيدان بتاعته دي. وفي ناس بتحب ان هي تخللها، لو انت بتحبيها براحتك ما فيش اي مشكله. وبعد كده بتقشريه، يعني مش بتقشريه، بتشيلي كده في حتت كده بتبقى مش كويسه، بتشيليها بالسكينه. بعد كده بتقسمي الواحده نصين، وشوفي بقى قطعيها بالحجم اللي انت عايزاه. انا قطعته زي ما انت شايفاه كده بالعرض، وهقطعه لك كمان بالشكل بالطول. يعني شوفي اللي انت حباه اعمليه، انا عملته لك على شكلين. اللفت ميزته ان هو ما بيقعدش فتره طويله في التخليل، يعني ممكن 3 ايام وتاكلي منه. انا بحب ان هو يكون 3 يوم كده، واحب ان انا اكله يكون مقرمش، ما احبوش ان هو يكون طري. فعشان كده بجيب منه كميه قليله. وكمان ان هو ما يقعدش كتير عشان ما يقعدش كتير معايا. دي التقطيعه التانية بوريها لكم اهوت، لو انتوا حابين تعملوها كده نص دايره، او حابين ان انتوا تعملوها صوابع، براحتكم. طيب احنا هنعمل بقى حركه كده لللفت ان هو ما يطرش معايا. ان انا بعد ما خلصته هحطه في مصفى، واجيب ملح اللي انا ارش عليه ملح. طب انا ليه بعمل الخطوه دي؟ انا عايزاه ينزل الميه بتاعته، انا عايزاه الملح اللي انا رشيته عليه ده هينزل لي الميه بتاعته. طيب بعد كده باخده وبجيب البرطمان، هحطه في قلب منها. اما اجي احطه في قلب البرطمان وهحط في قلب البرطمان ميه، هيشرب بقى الميه بالملح ده، فمش هيطرى معايا.
زي ما انتوا شايفين انا رشيت الملح اهو. زي ما قلت لكم الملح مش كتير، يعني حاجه كده، يعني معلقتين كده في كل كيلو، حوالي معلقه. وبعد كده بقلب بوزع الملح كده كله، وهسيبه في المصفى لغايه ما ينزل الميه. ودي الميه اللي نزلتها. هجيب بقى البرطمان وهحط فيه اللفت، هحط فيه اللفت. ويستحسن اي مخللات، لو انت عندك برطمان ازاز بيكون تحفه في المخللات، بيقرمش كده المخللات، بيخلي المخللات تعيش فتره طويله وما تطراش معاكي. خلاص بعد كده باخده، انا ما بغسلوش بعد الملح، انا رشيت عليه الملح ونزل منه الميه. بعد كده باخد البرطمان، باخد اللفت وبحطه في قلب البرطمان. في ناس بتاخد الميه اللي نزلت منه دي ترجع تحطها تاني، لا انا ما بحبش كده، انا بحب ان انا احط له ميه تانية. انا كنت غاليه ميه، الميه اللي انتوا كنتوا شايفينها على النار دي اللي انا كنت وريتها لكم الاول، كنت انا غليتها مع قشور بنجر. كنت انا جايبه بنجر وقشرته، باخد القلب بتاعه والقشر بتاعه ده بعينه للمخلل. بس هنا انا عملت خطوه انا مش حباكم اللي انتوا تعملوها، اللي انا غليت البنجر لما بتغليه بتحس ان اللون بتاعه باهت شويه، غير ما تحطي البنجر كده بينزل بلونه، لونه بيكون طبيعي، بيكون لونه حلو. يعني انت لو عندك بنجر، حتى لو عندك قشور حطيها. انا ما حبيتش ان انا احط القشور في قلب البرطمان عشان ما يكونش شكلها وحش، فقلت ان انا اغليها، ان انا اخد اللون بتاعها وبعد كده اصفي الميه اللي انا اخدها. هنا حطيت على كل كوبايه ميه حطيت معلقه كبيره من الملح. يعني هنا 4 كوبايات ميه حطيت عليهم 4 معالق كبار ملح، وحطيت عليهم معلقه كبيره من السكر. قلبت ده كله مع بعضه، وبعد كده حطيتهم في قلب البرطمان. وما شاء الله البرطمان اخد ال4 كوبايات، اخدهم بالظبط زي ما انتوا شايفين. بعد كده بتغطيه بقى كويس وتسيبيه، وزي ما قلتلك 3 ايام وتاكلي منه. لو انتي حابه ان انتي تعمليه سريع، طبعا بدل الميه ما هتكون بارده هتعمليها تسخني الميه، هتاكليه في نفس اليوم. اي مخللات حابه ان انتي تاكليها في نفس اليوم، بدل الميه ما تكون بارده هتكون سخنه. وده المخلل بتاعنا اهوت، ودي التجهيزات بتاعتنا بتاعت النهارده اللي احنا عملناه. اللي هو اول حاجه قلنا هنطلع وش اللبن عشان خاطر اللي احنا هنعمل منه السمنه البلدي، هنعمل زبده وهنعمل منه السمنه البلدي. وعملنا الفلفل بانواعه، وده اللفت. يا رب فيديو النهارده يكون نال اعجابكم.